أهلاً بيكم في أولى حلقات راديو زهرة اللي هنرجع فيه بالذاكرة شوية، مش لزمان بعيد لكن لزمن دافي، زمن كنا فيه بنحس إن للحياة طعم تاني، طعم الحنية، البساطة والكرم. كنت دايماً لما أروح عند ستي جدتي بحس إني دخلت عالم مختلف، مش بس بيت تاني، لأ، ده كان عالم تاني فعلاً. الريحة مختلفة، ريحة قهوة بتتعمل على نار هادية وبخور طالع من ركن الصالة، وكنبة خشب قديم لسه مفروشة بالمخدة المطرزة اللي جدتي خيطتها بإيديها. في الركن كان فيه بطل الحكاية، الدولاب، دولاب خشب غامق كأنه حارس لسر كبير، واقف ساكت لكنه مش عادي. كل مرة كنت أعدي جنبه كنت أسمع صوت المفصلات القديمة كأنها بتهمس بحاجة، وأشوف فوقه مفتاح متعلق في خيط قماشي أحمر، لكن الخيط ده كان دايماً مربوط ومستخبي في درج مقفول. سألتها مرة: يا ستي إيه حكاية المفتاح ده؟ ردت وهي بتضحك: المفتاح ده بتاع الدولاب الكبير، بس ما يتفتحش كده وخلاص. قلت لها ليه؟ قالت لي: الدولاب ده مش للناس كلها، ده للضيف. الضيف؟ والله، في بيت جدتي للضيف طقوس خاصة. الضيف يدخل نوقف كل حاجة، نغسل وشنا، نغير هدومنا، نشغل الراديو على صوت أم كلثوم أو عبد الحليم، ونجهز الصالة نخليها تلمع. كانت جدتي تفتح الدولاب وقتها وتطلع منه طقم الكوبايات اللي عليه ورد ذهبي اللي عمري ما شربت فيه، تحط الشاي في إبريق معدن لامع، وتجيب البسكوت من علبة الصفيح وتحطه في طبق صيني، نفس الطبق اللي بيتغسل ويتنشف ويتخبى تاني. كنت أقول لها: طب إحنا كمان نحب الطقم ده، ليه مش بنشرب فيه؟ تضحك وتقول: يا بنتي، لما تحترم الضيف وتكرميه ربنا يكرمك، واللي بيكرم الناس بيتكرم من فوق. عدت أيام وبقيت أفهم، جدتي ما كانتش بتخبي الكوبايات، كانت بتحافظ على معنى كبير: الكرم، الذوق، وهيبة الضيف. والدولاب كان بيفتح لما يدخل علينا حد عزيز، مش شرط نعرفه قوي، لكن عشان كونه ضيف بيكسب احترامه. بعد سنين بيت جدتي فضل واقف، لكن جدتي راحت. رجعت البيت بعد فترة، دخلت الصالة، لقيت الدولاب لسه في مكانه، لكن المفتاح مش موجود. فتحت الأدراج، قلبت الصناديق، ما لقيتوش. وساعتها حسيت إن مش بس المفتاح اللي ضاع، دي حاجات كتير ضاعت معاه: البركة، البساطة، هيبة الحاجات الصغيرة. بقينا ناكل في أي طبق، نشرب في أي كوباية، والضيف بقى يدخل وإحنا لسه في البيجامة ولا حتى بنقفل التلفزيون، بس أنا لسه محتفظة بالصورة، بالريحة، بصوت الراديو وهو شغال في الخلفية، وستي بتقولي: افردي السماط، جالنا ضيف. يمكن المفتاح ضاع، بس أنا لسه بدور عليه، مش عشان أفتح الدولاب، لكن يمكن ألاقي معاه الزمن اللي كان فيه الناس طيبين. راديو زهرة بنفتح فيه أدراج الذكريات وبنحكي حكايات بسيطة بس غالية. استنوني في الحلقة الجاية وحكاية تانية من زمن الطيبين.